طاب يلي قالوا لي الدوله بدك، يا اخي انا رجعت للدوله، كنت شارد ورجعت لك 15 شهر. شو عملت لي؟ طب ما كيف بدك تواجه الناس؟ باي حجه باي برهان؟ امبارح النائب السابق او الوزيره السابقه ماشي ضياء بتقول انه في قوي ضروري تجيب سيرتها، في قوي وفي ضعيف، نحن لو وبيقول لك الامريكان اعمال بتعمل، وهذا انه اذا عم بيقول لك سلم شمال النهر سلم شمال النهر وبترتاح. هذه نظريه اللحيسه، يعني من يرتضي لنفسه ان يكون لحيسا لامريكا بيرتضي هذا الموقف. بيسمع مش غريب هذا الخطاب عنه، هذا اللي هون الجماعه مش غريب. يعني اجى السوري ولحسوه، اجى الاسرائيلي قبله ولحسوه. مين ما يجي، مين ما بياخد امه بقول له عمي. بيجي الجولاني بكره نفس الشيء. ليش ما قاتلوا؟ مش هو قاتلوا السوريين والفلسطينيين وعملوا معركه قاتلوا. شو عملوا؟ قاتلوا. لماذا؟ اعتبروا السوري والفلسطيني احتلالا، صح؟ لما احتل الجنوب نحن ما بدي قاتل، بدي سلم. امريكا شو يعني امريكا؟ شو يعني امريكا؟ خبرني. يعني موسى لما امروا ربه يروح يقاتل فرعون قال له لا فرعون. هلا حاسين فؤاد قوه ماشي حالكم؟ مين؟ طبعا ماشي حالنا، نحن بنعمل ماشي حالنا. نحن اللي تعرضنا يا اخي، نحن اللي تعرضنا له. مشكلتهم ما بيعرفوا مين نحن، ما بيعرفونا. نحن خسرنا شيل الحرب الماضيه كل ما خسرناه، واليوم نحن خسرنا السيد حسن. يا عمي هذا مين؟ كيف بدك تفهمهم؟ يعني كيف بدك تشرح له اياه؟ خسرنا السيد حسن ووقفنا، انه هو مربينا عم نوقف وما نكسر راسنا، ما نوطي راسنا. خسرنا السيد حسن وواقفين. شو عنا بعد شيء نخسر اكثر من اللي صار؟ ما بقى يصير. شو بده يصير؟ نحن هلا السيد حسن ما نسلم حالنا. نحن لو حصل ما حصل علينا لاكبر جيوش العالم، بتروح قياداته والقائد الاعلى للقوات المسلحه وبتنضرب منشآته وصواريخه وعدته وعتاده بنسبه كبيره، بنهار ب5 دقائق بنهار. اكبر جيش بالعالم مين من كان سمي، مش حزب الله. مثل ما قالت فاطمه فتوني، نحن لا ننتهي، نحن بننهي. راح احكي معك ميدان وسياسي، بس بدي ارجع لقصتك بالتفصيل. من يقف وراء توقيف علي برو؟ السلطه السياسيه مجتمعه. شوف توقيفتي انا بكل بساطه ما كتير بحبذ احكي عنها، لانه عن جد عم بحكي عليها. انا اخجل والله العظيم، اخجل انه احكي بموضوع في محضر الشهداء. اخجل والله، عم بحكي جد من قلبي. يعني هذا الكلام طالع وباعتقاد محض. هو منه موضوع شخصي، يعني احنا عم نحكي، بس لانه منه موضوع شخصي انا جاي احكي فيه. الاعتقال جاء ضمن السياق، جاء ضمن سياق، لم يكن اعتقالا إذا بدي أقول على خلفية قضائية، بل ضمن سياق في مشروع سياسي واضح. اجوا قالوا انتبه، وهذا الشيء كتير خطير كتير. أن تتحول طائفة، انتبه، بالبداية تعاطوا معنا على أننا طائفة مهزومة، بظنوا بفكرهم أنه نحن طائفة مهزومة. نحن 15 شهر عم نرمي بس في ضرابنا ليجي يوم ولحظة الصفر وإطلاق الصواريخ، واللي عم تشوفه اليوم. تعاطوا معنا في البداية على أننا طائفة مهزومة. بعد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء يوم التنين، بعد الجلسة الأولى لمجلس، أصبح التعاطي مع هذه الطائفة أنها طائفة خارجة عن القانون. انتبه، بلشين بمسار، هم بلشين بمسار انه هو طائفه مهزومه. لا، انتقلوا لمسار الليفل اعلى، انه هذه طائفه خارجه عن القانون. المقاومه هي الطائفه. بس انت رويت شو صار بالجلسة؟ نحن طائفتنا مش شيعة، نحن طائفتنا مقاومه. نحن مذهبنا المقاومه، مش القتال والموت، المقاومه. اصبحوا يتعاطوا مع، من ايمتى المقاومه بدها تبرير؟ لك يا رجل في شيء خارج اطار المنطق الطبيعي. المقاومة الفرنسية كان بدها تبرير، بيحكوا فرنساوي كتير وشاطرين ويتغنون بثقافتهم بس وردوا، صح؟ المقاومة الفرنسية كان بدها تبرير، المقاومة الجزائرية كان بدها تبرير، المقاومة السورية لبشار الأسد فكانوا يتغنوا فيها. مقاومة بشير جميل للاحتلال السوري والاحتلال الفلسطيني كان بدها تبرير. شو معنى بس وصل الأمر عند الشيء؟ تعرف ليش؟ الله يرحم السيد حسن. بس هلا بقول الله يرحمك يا سيد، عم تغمز من قناة الله يرحم السيد حسن انه كان رحوم. داك
ما حدا مات واخذ معه شيء الا سيد حسن، مات واخذ كل شيء معه، مات واخذنا كلنا معه. هو انتبه، هو من كان محافظ عليهم، هو اللي كان محافظ عليهم، هو كان محافظ عليهم. 30 سنة يحكي معهم، 30 سنة ينذر في قومه ويقرأ في قومه، كان رسولا بالنسبة إليه، عم يقرأ في قومه. يا جماعة، يا اخواتنا بالوطن، يا فلان وعلان، نحن بعد 2006 لأنه جزء كبير من العملاء كانوا من ضمن هو القرى اللي انت عم تحكي عنهم، ما رحنا لمشكل معهم وما عدمنا عملاء وسلمناهم للدولة بس لأنه طائفتهم أو مذهبهم ممكن يعملنا حساسية معينة. هو بشخصه 30 سنة بمفاصل كتير. آخر مفصل الطيوني شو كان بيقدر يعمل السيد؟ بهاك بوقتها شو كان بيصير بالبلد؟ لك حمالكم روسكم سيد حسن. بس لما بتقول راح السيد شو يعني؟ راح السيد حسن شو يعني؟ ما بعرف شو يعني. من اللبيبة من الإشارة يفهم. نحن ما عنا شيء نخسره. شو بدي ما تفوتني بزوري بالداخل، ما عم بحكي عن الداخل، ما بدي فوت بهذا النقاش لأنه هول نحن أصغر واحد فينا أكبر من إنه يجيب سيرتهم قسما بالله، ولولا الحاجة ولولا الضرورة قسما بالله ما لقيتني بهذا الموقع. نحن لك أنا بقرف أحكي عنهم، بقرف جيب سيرتهم، بقرف سمي أسمائهم، بقرف حط صورهم، بقرف فتش على صورهم بتليفوني وناس أعمل لهم داونلود وحطهم بالفيديو، بقرف بس مضطرين. طيب رجعني هذا شو السياق؟ السياق عم برجع بقول لك، اجى هذا السياق انه نحن صرنا طائفه خارجه عن القانون ببيانات رسميه بموضوع سلاح، صرنا طائفتنا المقاومه يا عمي. نحن مذهبنا مقاوم. ما بقى حدا انه اللي بيجاملوها انه لا مش كل الشيعه، كل الشيعه طائفتهم مقاومه. بيطلع لي جولاران ونص مثل جماعه محمد بركات وصح واصحابه. من النهال يا زلمه، من النهال هودي بيمثل شو بيمثلوا هول؟ اهاليهم ما بيمثلون يا زلمه، بيتبرر نصهم اهاليهم متبرين منهم يا زلمه، عضيعهم ممنوع يفوتوا يا زلمه. طلع هذيك اليوم واحد منهم عضيعته بمواكبه للجيش، لما واكبوا الجيش في مين بفوتوا عضيعته؟ مين من كان يكون باي منصب كان، كل شخص اللي مش مع المقاومه ضمن البيئه، انا عم بحكي ضمن البيئه، شخص منبوذ، شخص على هامش الحياه، بيضحكوا عليه بنضحك عليه، وهتفكر نحن نعطيهم قيمه، ما حدش بيجيب سيرتهم الا لما نضل نضحك. نرجع لخيار مسار التوقيف. أن التوقيف جاء بمسار سياسي وليس بمسار قضائي. 3 بحث وتحري العمل بالفترة السابقة بالنسبة لي، هن مش معودين على شخص من ضمن هذه البيئة يطلع يخاطب الطرف الآخر باللغة التي يخاطب فيها الطرف الآخر هذه البيئة. ما شايفين إلا علي برو. 3 بحث وتحري عظيم، لم يجدوا العلة القانونية. ما في علة قانونية. نهار أنا يشوف الفيديو ما اجى من فراغ، الفيديو اجى لانه في وعود اعطيت لي كمواطن لبناني احمل الهويه اللبنانيه مثلي مثل غيري. قالوا لي الدوله بتحميك، نايم ببيتي ضربني الاسرائيلي ونزلت بنايه ورا بيتي. الفيديو من هون اجى من 15 شهر، اجى من 15 شهر لورا، وانا اتعرض للقتل اليومي وهذه الدولة تتفرج عليه وملهية بالمهرجانات تبع عمرو دياب ومهرجانات مدري مين. هلا هذا شيء مطلوب بالبلد يعني. مطلوب، ما عملوا لا يا اخي، عملوا بس احميني ابدا. بس انت نزلت الاولويه رئيس حكومه قدام السرايا لا. يعني لا ابدا ليش بدي استفزه؟ هيدي مش املاك عامه، املاك عامه ولا مش املاك عامه؟ املاك عامه. بيوت الشعب ولا مش بيوت الشعب؟ عشان يقولوا لنا عصر الشعب، بيوت الشعب، صح ولا لا؟ ناس انضربت بيوتها نزلوا ناموا فيه، شو المشكله؟ فيها مشكله؟ هلا انا اذا راح بيتي ونزلت قعدت بقلب السرايا الحكومي فيها بيطردني يعني؟ ما كتب له اياها على الباب الله يرحمه رئيس التحرير، لو دامت لغيرك لما آلت اليك، ما هي مش الك، هيدي املاك الله. انا ما اعتبروها مش اعتبروها استفزازات وامور. القصه مش اما ليبانه، القصه قلوب مليانه. طيب تم توقيف علي برو وما حدا غطى علي برو، حزب الله مشغول. مين خبرك؟ هذا السياق هيك وصل للتوقيف. السياق وصل للتوقيف؟ لا، التعاطي السياسي من قبل القضاء. لكن القضاء اجى السلطه السياسيه اعطته قرار، قال له علي برو رقم تقصد ارتكب جنايه عظيمه، جنايه، تبقى انا ما اتهم بجنح جنايات،
يعني ما بقبل الكبير، يعني ما تقبل جنيهات عشو التهديد بالقتل بشرفك. انت حط حالك محل القضاء، بيوصلك ورقه مكتوب عليها علي برو مهدد بالقتل، بتحاسب، بيروح القضاء استنسب. ذهب القضاء بالموضوع لك لعبه راكس. خليني اوصل لك اياها بشكل اوضح. لعبه راكس لا ما بتلعب تراكس. لعبه التراكس في بارت منها اسمه ديناري، بس ينكسر الديناري مره بصير الكل يلعب ديناري. اوكي، انكسر الديناري بتقول في الصحفيين. لبنان كان يتغنى دائما بلد الحريات، مستعمرة المهاجرين من الصحفيين الذين تضطهدهم الأنظمة العربية. لبنان كان ملجأ للصحفيين العرب. اليوم بتوقيفة صحافي واحد انكسرت هذه القاعدة، وبالتالي انكسر الديناري، وبالتالي كل الصحفيين والصحفيات الذين يحرضون على هذه البيئة ومتهمين بالدليل. مريم مجدولين لحام حرب 67 يوم تسببت بمقتل 8 أو 9 مسعفين للهيئة الصحية بمنطقة البشورة، ولا كلمة من القضاء. يعني ما انكسر الدينار ولا بوقتها بحرب 67 يوم مريم مجدولين لحام بالحرب هاي، ومن خلفها مش هي عفوا من كلمتين شو يعني مين هالشتلة يعني. ومن خلفها القناة التي تدعمها والتي تعمل بها عطت إحداثيات للعدو الإسرائيلي ونسف مباني في الضاحية الجنوبية. بدي أحكي بهذا البارت بس، أليس هذا شروعا في القتل واحد؟ صرنا نفهم مواد جنائية وجنح وجنايات صرت خبرة فيهم هلا بالفترة. مش جناية هاي التعامل وأعطاء معلومات للاحتلال، مش تعامل مع إسرائيل ولازم تنكب بالحبس مثل هول العملاء اللي عم ينكبوا مع إسرائيل. مش تواصل، مش تخابر مع العدو. إسرائيل لا تزال عدو بالنسبة لهلا، صح ولا لا؟ قانون عم نحكي. عطت معلومات للاحتلال وطلع الاحتلال وضرب هذه المباني التي عرضت في تقرير على قناة الام تي في امبارح في صويحفة مدري شو اسمه هذا كمان، عم يعطي الاسرائيلي ضيعة لبنانية تهجر اليها لبنانيون ليطلع يضربها، صح ولا لا؟ ليش لا انا والمدعي العام رئيس جمال الحجار مضى على اخبارات قدمت من محامين، اخبارات متلتله بالعدليه على الصحفي هو على هالمجموعه متلتله. لما توقفت مضى المدعي العام على بلاغات بحث وتحري بحق عدد كبير من الصحفيين، منهم بعض اللي ذكرناهم. اسفين اننا ذكرناهم. لماذا لا يستكمل هذا المسار القضائي بتوقيفها؟ لا، مثل ما توقف علي برو ونال علي برو جزاءه. بدنا نحكي بدي احكيهم باللغه اللي هن بيحبوا يسمعوا. وقفنا لعلي برو وحاسبنا، روحوا حاسبوا. والا اذا ما حصل هذا الامر يكون هذا القضاء عم يتعاطى باستنسابيه وبعين وحده، وبيبطل قضاء نزيه وشريف. بيكون قضاء عم يتعاطى بناء على توصيات سلطه سياسيه، وبالتالي يصبح القضاء تحت سلطه الوصايه. بدهم هيك يا اخي؟ هن لا ممكن يكون لك. بنفس الوقت عم يقول لي هو انا مع خيار الدوله بتقول انه القضاء بشوف بعينتين، يتفضل القضاء ويروح يتحرك. بس قصدي اذا ما صار هيك شو بتعمل؟ ولا شيء. شو بدنا نعمل؟ بتوقف صحفي من طرف واحد وجهه واحده. شو بدنا نعمل؟ بس ما سقطت هلا هي، ما هذا الاقنعه عم تسقط عنهم. ما بتصير العالم يعلم شايفه انه هذه كل الخطابات والوعود التي يوعدون فيها هي وعود مش صحيحه، مش موجوده، لا اساس لها، مش مزبوطه. استغلوا انشغال حزب الله لتوقيف علي برو. لا، حزب الله كان بتقله بالموضوع. يلا روح إذا لك بدك تحكي. اشتغلوا انشغال حزب الله. حزب الله لا ينشغل عن شيء، لا ينشغل عن شيء، ولا تفوته فائدة، ولا تفوته فائدة. مش صحيح، مش صحيح. انت محسوب. انا ابن هذه البيئة. من ايمتى صحافي محسوب على حزب الله بيتوقف هالقد وقت وما بيكون في ردة فعل جدية؟ من قبل. يعني
يعني بنتذكر نحن بالمرحله ما قبل الحرب الاخيره ما كان حزب الله ما حدا بيسترجي، ما في قاضي بيسترجي يلعب مع حزب الله يعني على القليل بلغه الطرف الاخر. خليني اعطيك كان حاكم القضاء كانوا يهددوا قضاة حزب الله. خليني اعطيك السكوب. هاي خبريه تهديد القضاة يعني سالفه. خليني اعطيك السكوب بموضوع التوقيف. اول شيء انا توقفت ببدايه الحرب، وكان القرار واضحا: إذا ما تم التعاطي مع هذا الملف بالسياق اللي هن ماشيين فيه جنايات، انتبه جنايات، هم يريدون كان بدء المسار تبع تحويل هذه الطائفة إلى طائفة خارجة عن القانون. بلشوها فيه، من غير المسار والذي لهم الشكر بعد الله لكل شيء عم يصير فينا هن الشباب اللي حامل بوريدة بإيد ودمها بالإيد الثانية. هو اللي غيروا المسار تبع الطائفة مش تبع البرو. معركة تفصيل أثرت على تفصيل. لا مش أنا ما عم بحكي عن حالي، واضح عم نحكي السياق الذي كانت هذه السلطة متخذته إلى تغيير هذه الطائفة من طائفة مشاركة إلى طائفة خارجة عن القانون، اللي غيرت المنتاليتي هاي ما حصل في الجنوب وما يحصل في الجنوب، لأنه الكفة عم تعلى والكلمة العليا للميدان. الكلمة العليا للميدان. ميدان هو اللي بحدد كل شيء بيخطر ببالك مرجعيته الميدان. صرت مرة 3 مرات. الميدان من يحدد مصيرنا ومسارنا ومستقبلنا، مستقبل البلد ومستقبل مصيرنا. نحن مش جزء حبيبي، نحن ثلث البلد. صرت مرة 3 مرات. أول مرة قلت راح سيد حسن، وبالتالي اللي كان حاميكم راح. لا أنا عم بحكي كان حامي. طبعا كان حامي. كان حامي. ثاني مرة كان عم يتعاطى معهم بأبوية سيد حسن. الكلمة للميدان بوطنية وأبوية وبروح الأب الكبير اللي كان عم يتعاطى معه، انه خيي تعال بدنا نشارك. نحن عملنا اتفاق مع التيار الوطني الحر وقلنا بدنا نروح نعمل اتفاق مع كل الاحزاب المسيحيه، لانه من بدات حزب الوطن اللبناني بهذاك الوقت نحن كنا منفتحين على الكل. هن ما بدهم، هن عندهم خطاب الغائي، هن جايين من وراء الحواجز يا حبيبي، ويتباهى وزرائهم انه كانوا على الحواجز. هن مش نحن اولاد حسينات ومجالس ومتاريس بوجه الاسرائيلي، مش ولاد حواجز على البربره بيشلحوا صخرات بطاطا للعالم الطالعه والناس ده، ولا بيشبهونا ولا بنشبههم، ولا بيتشبهوا الاصغر الطفل فينا، لا ضفر اصغر طفل فينا. ما بنتاخذ بالهوبره نحن يعني فاكرين نحن بنتاخذ بالهوبره. 15 شهر نحن لابدين على جرحنا وناطرين هذه اللحظات التي عم نعيش. نحن نعيش يوميا انتصارات، يوميا عم نعيش انتصارات، وهذه الانتصارات ستنعكس علينا داخليا بشكل طبيعي. بسألك عن الموضوع ما عم تجاوب، بتمرقهم وبس وبتوقف. بدها تنعكس على الشكل، بدها تنعكس داخل. طبعا لبنان سيزدهر طبعا، هيك قصدي يعني تنعكس على الداخل اللبناني. كيف بدها تنعكس يعني؟ حزب الله يوجه سلاحه على الداخل؟ لا ما ضروري بيسقط الحكومه، اكيد لا. ما سياسيا ولا هذا مشروع، هذا الشيء تظاهرات مشروع يعني، هذا الشيء منه غريب يعني. بامريكا بتصير يعني شو بيأثر يعني، شغله عاديه مش موضوع. بيختم ملفك علي برو مكفي بنفس اللغه وبنفس الاسلوب وبنفس الحديه لانه طلعت امبارح عملت فيديو ضد وزير الخارجيه. طبعا وزير الخارجيه بيطلع بيقول للاسرائيلي كف عليهم، شو بدك اسكت له زقف له يعني ليوسف الرجال. هاجمتوا موضوع السفير الايراني وبالسفير الايراني هو مفكر انه مفتاح البلد بايده يعني، قال بفوت من بده بيظهر من بده يعني. وهون بدنا نرجع تحيه للواء شقار. اللواء شقار عم يشتغل شغل جبار لمنع مشكل كبير بالبلد يصير. شو عم يعمل؟ بدنا نحيل الموضوع الى الامن العام اللبناني. هناك هن عمل لك عم يتعاطوا. انتبهت شو عم بيصير؟ صار حتى وجود سفير ايراني خارج القانون عم يتعاطوا معنا انه احنا خارجين عن القانون. روق علينا. مثل قال محمد عفيف حزب الله امه والامم لا تموت. عم تموت يا عم. وينكم انتم؟ علم بكير لك والله بكير. نحن راجعين. روق على وضعك. مكفي يعني روق طبعا مكفي. ما مضى لا ما طلب مني هذا الموضوع.
وهذا الطريق سنكمله. أنا بعرفش أحمل برودة وأوص، والله ما بعرف أحمل هذا الميكرو خيي وأحكي دافع عن بيئتي وشعبي بكل ما أوتيت من قوة. ما فكرت بينك وبين حالك إنه شو كان بدي بالشغله؟ يلا عم يطلع جنون ما بفكر بهذا الموضوع برأيك؟ بفكر مثل ما أنت عم تفكر؟ اللي بيترك ابنه وبيطلع جنون بيقول أنا ابني يمكن ما أرجع له. شو أنا وشو هن؟ وين أنا وين هن أصلا؟ يعني شو بمثل أنا قدامهم؟ استصغرت نفسي كثيرا لما عرفت بقلب الحبس إنه هناك مقاومين اعتقلوا، مقاومين. لكن صرنا قالوا لنا بالبيانات الدولة ستحميكم والجيش سيحميكم. لما طلعت أول طلعة من الإسرائيلي طلب من الجيش اللبناني المغادرة، وتوقيفتي العلاقة بجزء كتير كبير من محاضر مجلس الوزراء يلي سربتها الفتحهم جزء. نسيت أقول لك إياها، هيدي رجع منتجها وحطها. كان جزء كبير من توقيف علي برو له علاقة بفضح محاضر مجلس الوزراء للجلسة الأولى التي عقدت بعد الحرب على لبنان. مش بعد الحرب، خلال الحرب اللي 15 شهر، بس بعد آخر جولة عم نحكي صار لها تقريبا شيء شهر زمان لو من 2 الشهر الماضي. لأنه طلعت وقلت إنه هول عم يحطوا الجيش اللبناني، هذه السلطة تريد أن تضع الجيش اللبناني بوجه الناس هي المقاومة. معنا عمل لك إني بتخيلوا إني بعاد عن بعض، عم يحطوا الجيش مقابل الناس ما يحلموا فيها. طيب بس عذرا الجيش بدي مرق هيدي ورجع كفي كلامك. الجيش قلتولي بده يدافع عني، ولما واشتد النزال طلبته من الجيش يرجع ويفل. طلبوا في محاضر رسمية خي، والله مش عم جيب الحكي من بتقالي، في محاضر رسمية طلبوا من الجيش اللبناني أن ينسحب إلى شمال الليطانة، وإذا قرب وترك الإسرائيلي طلع كفي على شمال الليطانة شلح سلاح المقاومة ووقف شباب المقاومة. هذه بأي دولة صار؟ بأي دولة تمنع الدولة فيها رجالا تقاوم؟ ما هي مسؤولية الدولة أصلا تقاوم، مش شغلتي أطلع من بيروت على جنوب بسيارتي معي بارودي بالسيارة أطلع دافع عن ضيعتي. مش شغلتي يا حبيبي، شغلتك أنت تدافع عني، مش شغلتي. بس لأنك متكئ أنت وما بتسترجي تحكي كلمة قدام أمريكا وما بتسترجي تقول لا لأمريكا. لا نحن بنسترجي نقول لا لأمريكا، نحن مش شايفين لأمريكا خي، بنسترجي إلا لا ومن وجهها وعم نواجهها. وياها إيران عم تواجه العالم اليوم، ومن وجه العالم كله مش بس أمريكا. ما عندنا مشكلة، ما عندنا النتائج ربحنا والله ما عندنا مشكلة بالنتائج. نحن علينا نقوم بتكليفنا ونواجه النتائج. الله بيعطينا النتائج، مش شغلتنا نضمن النتائج. يعني مش هن ضامنين نتائج أفعالهم، هن ضامنين نتيجة أفعالهم عم يعملوها. هن هالمراهنات خدها. كان هناك رهان لبناني رسمي بأنه قبل الحرب على إيران أنه عندما تضرب أمريكا إيران يسهل علينا التعاطي مع حزب الله. ليش ما بتقول مليار؟ واستشهد القائد. طيب وصار اللي صار براسهم، وضربت أمريكا إيران واستشهد القائد رأس النظام، وصمدت إيران. وقلت قبل بقول لك هذه الدولة يديرها صاحب الزمن بالنسبة لنا. صمدت إيران وواقفة على إجريها وصواريخها واقفة على إجريها وتدق أمريكا. الوحيدة إيران اللي ضربت أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، الوحيدة. تغيرت هذه الأوهام وتبدلت. عمل لك الكلمة الميدان بغير كل شيء، بغير كل طبعا كلهم. والمشهد مثل ما قال الحاج وفيق، المشهد ما بعد الحرب لن يكون كما قبله، لن يكون. ما سمعنا أنا عم بنقول هذا الكلام. طيب بدك تسمح لي بس لأنه موضوع أول شيء توقيف المقاومين، طرد السفير الإيراني وغيرها من الأمور. هلأ صرنا عم نسمع أن وزير العدل يحضر ملف لحل حزب الله كحزب سياسي. يعني السكوت هو لحاله ولا ما حدا؟
لحاله هو زي لحاله. قادر عنده لا صلاحية. قصدي هو ليوسف رجب بكون اذا ديوب بكون تمام. بس قصدي سكوت حزب الله عن هذه القرارات. امبارح سمحوا للطائرات الفرنسية الحربية بالدخول إلى المجال الجوي اللبناني بدون إذن. توجه إلى حزب الله. أنا من متحدث رسمي باسم الحزب. بس أنت يعني أنا بقول شغلة واحدة. أولويتنا اليوم ليس الانشغال بالمواضيع الداخلية اللبنانية. عم نحكي فيها حتى لو حلوا حزب الله سياسي. إذا بدنا نحكي انخابروا شو بدك انت تنزلني لمستويات. نحكي بأمريكا وصراع بالإقليم بالمنطقة. شو تحكيني بواحد طلع براسه قرار يعني شو من صلاحيته يعني شو أصلا صلاحيته يعني دستوريا صلاحيته يعني. ما هو زي أنا تفضلت وحكيت عنه حال أحد القضاة إلى التفتيش لأنه أخرج المقاومين من الاعتقال. لذلك ما يحاولوا انتبه في مسار قضائي. انتبه القضاء ما بعرف إذا ملتفت له. لازم القضاء يلتفت لشغله لا يتحول لبنان إلى أحد دول الخليج يعني اعتقال سياسي سجون سياسية. انتبه عم يحاولوا هذا المسار لهونيك. وهلأ في أشخاص إعلاميين من الطرف الآخر هربانين برا البلد لأنه انكسر البناء. يعني ما في غطاء. بالنهاية بدنا نشوف النتيجة. لما يتوقف فلان وفلانة 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 وعلتانة بديش أذكر اسمهم عشان ما نوسخ القعدة. بدنا نشوف أنه هن توقفوا كمان وإلا يكون الموضوع استنسابه ونظرة بعين واحدة. وهذا الشيء ما بعتقد له مستقبل يعني. فاجأك حزب الله. ننتقل للجبهة. فاجأك حزب الله بالأداء. لا قاتل عند الحافل أبدا. كان عندنا اليقين التام إنه إحنا بالهول 15 شهر نحن نرمم ونحن عم ندفع لك دم ال 500 شاب اللي استشهدوا بال 15 يوم ما بيروح حدا. هذا دمهم عند الله ما بيروح حدا يا حبيبي. ما بده يروح. هذا الجهد اللي اشتغلوه واللي تعبوه والتراكم اللي نحن عملناه والاستفادة واستخراج النتائج من الحرب الماضية هذا ما بيروح حدا. غير تكتيكاته حزب الله. لما يعلن حزب الله عن استشهاد 47 عنصر ببداية الحرب عم بحكي 47 عنصر استشهدوا في بلدة الخيام ويعلن أسماءهم وتفاصيلهم يعني أن منظومة القيادة والسيطرة ما بين بيروت والجبهة أو ما بين القيادة والجبهة ببداية الحرب متكاملة. وهذا من استخلاصات العبر تبع الحرب الماضية. واضح موضوع القيادة والسيطرة. واضح موضوع حتى عديد الشهداء. واضح أنه في تطور كبير عمل الحزب تبه بوجه إسرائيل يلي مطبقة عليك جويا واستخباراتيا على مدى 15 شهر. أنت تعمل هذا الإنجاز. نحن نتحدث عن إنجازات إلهية. ما يسطر في الجنوب ملاحم. مجزرة الدبابات كلمة بتم. كم مجزرة صاروا 24 دبابة بقلب سهل العنطرة. أنا طيب 24 دبابة إسرائيلية. تعرف شو يعني وكمان للأسف هناك فرض للرقابة العسكرية على الإعلام اللبناني. مثل ما في فرض للرقابة العسكرية على الإعلام الإسرائيلي هناك فرض رقابة عسكرية على الإعلام اللبناني. لعدم ذكر إنجازات. نحن مش حاجة لذكر إنجازاتهم. عنا إعلام حربي مكفي وموفي يعني. والميدان عم يبشر بالنتائج لدرجة جعلت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلع يقول ويتباهى ببعض الصور. نشوفه نحن وين يتباهى ببعض الصور لقادة جيشه انه هن فاتوا على الجنوب. ليش مين قال المقاومة عليها ان تحتفظ بالجغرافيا؟ هل يستدرجهم حزب الله؟ طبعا شغلة المقاومة مش شغلة بالعسكر امراء. التخلي عن الجغرافيا ضرورة. ليك هذا ما يحصل. طبعا اللي عم بيصير اعجاز بطولة وما يسطر في الجنوب سيكون له نتائج مخيفة وجلية. ونحن عم نشوف النصر قريب مثل ما شايفه. في مفاجآت يعد لها حزب الله. ما حصل هو أكبر مفاجأة. احنا استدرجنا الآن. ذاكر الست صواريخ من يعني هذا القرار كان من أكثر القرارات صوابية اتخذها من الحزب. جر الإسرائيلي لمعركة بتوقيتنا.
لأنه بعد الست صواريخ طلع الإسرائيلي طبق بروتوكول، طلع الإسرائيلي وطبق بروتوكول اللي هو كان محضر لنا إياه، أن يغدرنا في ليلة شو بدي أقول لك، لا شمس بعدها. مش نحن حزب الله اللي صار 9 غارات اللي صارت على الضاحية ولا هدف حقق منه بأول الحرب. أول يوم عم بحكي بعد جر حزب الله على الإسرائيلي أنا معركة بتوقيت، وكشف للبنانيين اللي يسمعوا كثير منيح هذا الإسرائيلي كان محضر لنا ليلة ما نقوم منها، مثل ليلة الأحد الثمان بداية ب 23 أيلول. كان يريد يعني ما يطلع علينا الصبح. شو كان محضر؟ ما شفناهم يا أخي، اغتيالات وضرب مباني مدنية وضرب مراكز وضرب قدرة، يحطك خلص يعني بيقضي عليك في الليل. بس ولكن الحكمة والإدراك والتوفيق الإلهي اللي صار جعل هذه المقاومة المسددة إن هي تجر الإسرائيلي إلى معركة بتوقيتها. عم نشوف نتائجها جلية اليوم.